يا اهلا وسهلا. السؤال المشهور بتاع انا مش عارف انا بحب ايه، اللي هو تحول الى سؤال وجودي كل الناس بتساله رغم بساطته. يعني انت المفروض يبقى سهل جدا تقدر تعرف اجابه السؤال ده، لان انت الوحيد اللي بتحس ايه اكتر مجال لما بتيجي تشتغله او تمارسه بتحس انك مبسوط جدا غير العادي بتاعك في اي مجال تاني. امال ليه الناس مش قادره تجاوب السؤال ده ببساطه؟ على مدار الحقيقه الشغل السنين اللي فاتت مع الاف الناس في مساعدتهم على اجابه السؤال ده، انا اكتشفت ان مفيش حد ما بيبقاش عارف اجابته. كل الناس بتبقى عارفه شغفها ايه وايه اكتر حاجه بتحبها في الحياه، بس بيبقى في شويه عقبات واقفه ما بينك وما بين التيقن الكامل من ان اجابتي دي اجابه صحيحه، او ان هو ده فعلا الشغف الاساسي بتاعي في الحياه. من الحاجات دي مثلا ان انت بتبقى ناسي نفسك لسنين طويله جدا، ما بتعملش اي حاجه بتحبها، مشغول يا اما في الشغل يا اما في البيت يا اما في المسؤوليات بتاعه المسؤوليات اليوميه والضغط بتاع كل يوم، وناسي نفسك تماما في ساقيه الحياه اللي ما بتعملش فيها اي حاجه بتبسطك او بتخليك حاسس ان انا بعمل حاجه ليا انا، بتعمل حاجات للناس التانيه. عشان كده لو انت بقالك سنين ناسي نفسك، انا بنصحك تعمل حاجه بقول عليها دي هابينس ليست او قائمه السعاده. اكتب كده اكتر يمكن 10 حاجات مثلا انت بتحب تعملهم بساط جدا. ممكن بشرب كوبايه شاي معينه، بحب اخد دش سخن، بحب اتمشى، بحب اسمع مزيكا حلوه، بحب اروح السينما، بحب اتفرج على فيلم حلو. ايا كان الحاجات البسيطه جدا اللي بتبسطك وابدا حطها في الجدول بتاعك. يعني يا اما تعملها مره في اليوم، مره كل يوم، يا اما تعملها مرتين ثلاثه في الاسبوع، يا اما تعملها مرتين ثلاثه في الشهر، ايا كان. بس قرر ان انت هتعملها. مش قادر اقول لك على كم السعاده والاحساس بان انا استرديت حياتي مره تانية، استرديت ارادتي ان انا اختار اني اعمل حاجه بتبسطني واعملها، واني ما بقاش مستسلم للسعيه والدوامه بتاعه كل يوم وانسى نفسي. دي حاجة بتعمل عملية زي ما بيقول تنشيط لعضلات القلب، بترجعك لإحساس بتاع زمان اللي هو أنا بعمل حاجات بتبسطني، بتخليك مؤهل وجاهز إن أنت تبتدي تدور على شغفك الأساسي في الحياة، علشان أنت بدأت تبص لنفسك تاني وتفتكر أنت كنت بتحب إيه زمان وإيه الحاجات اللي بتبسطك وبتعملها رغم ضغوط الحياة اللي أنت عايش فيها كل يوم. فاعمل القائمة دي، ويمكن شاركنا بالقائمة بتاعتك عشان تحفز الناس ان هم كمان يشاركوا بالقوائم بتاعتهم، ونشوف ايه الحاجات البسيطة اللي بنعملها بتبسطنا تاني، وخلي شغفك شغلك.